بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتني جدا جدا من آخر حلقة بتاع الخميس اللي فات. الخميس اللي فات اللي هو كان 6. حلو. حصل بقى من الخميس اللي فات للخميس ده شوية أخبار من اللي قلبك يحبهم، بس هنبدأ بالسيء وهننتهي بالحلو، وبعد كده هننتهي بالحلو تاني في السيء. بمعنى اللي هيتفرج عليا دلوقتي اسر ما الحلقه ما تنزل هيفهم انا بتكلم في ايه، واسر ما هو متابع الاخبار الاخبار هيفهم انا بتكلم في ايه. يعني وفاه اسماعيل ليثي وهننهي قال الليثي، وفاه العيله اللي راحت اسر حادث تسألين في طريق المنيا من اسماعيل ليثي والسواق بتاعه في على الطريق اللي راح أسرها عيلة كاملة، أب وأم وأخ وأخت وكلام من ده. حلو. ده حاجة أدي خلصنا من الحاجة التانية، وفاة محمد صبري. الحاجة التالتة أنت بتتكلم في إن إحنا بقينا شعب ثقافته راحة في الحضيض أو راحة في عالم موازي. ليه بقى؟ لأن إحنا كشعب دلوقتي حاليا بقينا نتكلم على المشاهير اكتر مما تتخيل. واحد دلوقتي يطلع يقول لي باشا انت طالع تقول الاخبار السيئه بما فيها الحلو، والاخبار الحلو في السيء في الحلو، ولا انت طالع تتكلم في الترندات والكلام ده كله؟ لا، انا طالع اتكلم في حاجه جا لفتت نظري اليومين دول واسرها، و نتاجا لما هو ومردود على شغل على الساحة وعلى السوشيال ميديا وعلى اسره طلع اتكلم في حاجة. بما اننا ان احنا بنتكلم بصوت الحق وصوت العدل وصوت الميدان، فاحنا طالعين نتكلم في حالة الا وهي العائلة اللي راحت اسر حادث أليم من سواق اسماعيل ليثي في العربية بتاعته. باسماعيل ليثي اللي راح، يعني لك ان تتخيل العائله اللي راحت في حادث اسماعيل ليثي محدش يتكلم عليها خالص، حتى كلمه اخيره. البرنامج كلمه اخيره بيشتغل من 9 ل 10 ونص او 11 الا ربع او 11 الا تلت. حلو. ما البرنامج بتاع احمد سالم ما تكلمش في حاجه غير جاب مداخله لقال الليثي اخوه اسمه ادهم، جاب ادهم اخو اسماعيل ليثي. دي حاله. الحاله التانية قناه الشمس، البرنامج بيطلع بالليل مباشر. حلو. مش هقول اسم المذيعه لان معرفهاش، مش منع الاحراج يعني. قناه الشمس برنامج كل يوم من 12 لواحدة 3 ايام متتالي بيتكلم على اسماعيل ليثي بس، مش بيتكلم على العيلة اللي ماتت اسر حارس أليم، اسر سواق متهور ما يعرفش ربنا، اسر سواق متهور ما يعرفش ربنا. دي حالة. الحاجة التانية عاوزين نكثف المرور على الطرق السيئة اللي زي كده او الطرق النضيفة اللي زي كده، بس السرعة هي العامل في كل ده بين العربيتين. طب ايه اللي خلى العربيتين يبقوا ماشيين في وش بعض كده؟ انا بجيب لك الاراء من هنا ومن هنا ومن هنا، بس انا بتكلم في حاجة استحالة. هو الاكيد ان العربيه دي كانت العربيه اللي بتاعت العيله اللي راحت دي كانت بتعدي شارع، او ده دخل فيهم في جنب العربيه خلى العيله كلها تروح. لان انت بتتكلم في عيله كامله راحت. هل السواق اللي في العربيه التانيه راح ولا لا؟ دي حاجه احنا ما نعرفهاش. لكن المتعارف عليه حاليا دلوقتي بقى في الحادثه ديت ايه؟
اسماعيل ياسر راح اتدفن مات انتقل لرحمة الله تعالى. السواق متخرشم او في المستشفى او طلع والنيابة اتحقق معاه لان هو كان ماشي في سرعة جنونية. احنا عاوزين المرور ينزل تاني، يعمل كمان على الطرق، وتبقى في رادارات، تبقى في رادارات هوائية، رادارات ديناميكية. ويا ريت يتعمل رادارات في عربية، يعني عربية صغيرة كده تبقى ماشية على الطريق جنب مني، جنب السواق صاحب العربية. يعني مثلا ادي عربية حلو، لا 4 حاجات من تحت حلو، عربية مسيرة صغيرة يبقى فيها رادار، يبقى بيرن مصر كلها. يعني يوم يبقى في محافظة المنيا يبقى جايب من محافظة المنيا من أولها مداخلها مداخل القاهرة وخارج القاهرة ومداخل المنيا وخارج المنيا والكلام ده كله، علامة سيارة ماشية لوحدها. تتعمل من ديت مثلا 10 تتوزع على مصر كلها، ميادين ومناطق داخلية وكله. اللي ماشي بسرعة زي دي يتجاب، اللي ماشي عكس يتجاب، اللي ماشي غلط يتجاب، ماشي من دون رخصة يتجاب، ماشي بدون كده يتجاب، ماشي بدون كده يتجاب. حاجة كمان، في حاجة لفتت نظري اليومين دول، حتى بتوع السوشيال ميديا دي اللي طالعين يتكلموا زي شريف عبد الله البلوجر او اليوتيوبر، او شريف عبد الله البلوجر اليوتيوبر المشهور. حلو ده بقى ايه؟ ده بقى اتكلم في كذا قصه. شريف عبد الله او شريف عبد الله اليوتيوبر او البلوجر المشهور، هتكلم عليه في حلقه قادمه هتنزل لكم كمان 5 دقايق بالظبط على ما الحلقه دي ما تنزل. يلا شكرا جزيلا، مستني دعاكم في الحلقه ومستني دعاكم في الفيديو. شكرا جزيلا، مستني دعاكم في الفيديو. يا رب تكون الحلقه عجبتكم.